السلام عليكم. إعادة الدوري لمكانه الطبيعي والمكان المحبب لجماهير النادي الأهلي داخل دولاب النادي الأهلي. في البداية نحب نشكر إدارة النادي الأهلي والجهاز الفني واللاعبين وجده الطيب البروفيسير مارسيل كولر، اللي حكايته في البداية كانت هزيمة ثقيلة في مباراة صن داونز بخماسية مفيش أهلاوي في الدنيا هينساها، اللي من بعدها الأهلي تحول لديناصور عملاق وخارق وأخذ أول بطولة وهي كأس السوبر على حساب الزمالك في 28 أكتوبر 2022 بأقدام سافيو ربنا يوفقه وأقدام كريم فؤاد ربنا يشفيه ونشوفه قريب في الملاعب إن شاء الله. أما البطولة الثانية كاس مصر على حساب بيراميدز في 10/4/2023 اللي ادى فيها بتشيكو درس قاسي بعد اللي طلع قاله في الاعلام ورد في الملعب بكهربا وحمدي فتحي ربنا يوفقه. البطوله الثالثه وبرضه ادى درس قاسي لبتشيكو بضربه جزاء لكهربا واللي احرز ضربه الجزاء كان علي معلول. البطوله الرابعه دوري ابطال افريقيا اللي كان كل الناس عندها احباط منها بعد مباراه صن داونز والكل كان بيقول خلاص الاهلي بره البطوله، لكن البدايه كان مباراه القطن الكاميروني اللي الاهلي فاز فيها 4-0 ومنهم هاتريك لمحمود كهربا افضل لاعب الموسم ده، واخرهم كانت مباراه الوداد براسيه محمد عبد المنعم افضل مدافع في القاره بحالها، ويستعيد الاهلي الكاس الاغلى بعد التاسعه طبعا لدولاب بطولاته. بعد افريقيا الاهلي رجع للدوري البطوله المحببه لجماهير النادي الاهلي، وكتير من الاعلاميين والحاقدين والكارهين قالوا الاهلي مش هيقدر ياخد الدوري لان لعيبته منهكه ومجهده من ماتشات دوري ابطال افريقيا على كاس مصر على كاس السوبر، فمش هيقدر يكمل في الدوري لان ضغط المباريات كتير وصعب جدا ان هم يقدروا يكملوا. ده يا عم بيلعبوا كل يومين ماتش، فكانوا عمالين يوصلوا رساله للاعبين بكل غباوه، كانوا فاكرين ان هي ممكن تحبط اللعيبه لكن اللعيبه كانت قدها وكثافتهم برضه. وكولر انا ما اقدرش ازعل جماهير النادي الاهلي من ساعه ما انا جيت وانا عارف ان البطوله دي غايبه عن النادي الاهلي سنتين، ومن ضمن اهتماماتي ان ارجع البطوله تاني لجدران النادي الاهلي، وطبعا كان لازم يجي الدوري جنب الاميره السمراء عشان يونسوا بعضيهم. وعد وصدق من قبل لقاء الزمالك الاهلي يتوج بدرع الدوري وهيلعب مباراه الزمالك تحصيل حاصل، الا انه برضه شدد على اللعيبه محدش يظهر في الاعلام ولا في اي مواقع السوشيال ميديا، ومشدد ان المباراه تتلعب بايجابيه وجديه كان الاهلي ما حصلش على الدوري لانها معروفه ان هي مباراه ببطوله. الاهلي مع كولر ما خسرش ولا مباراه السنه دي، عمل 10 انتصارات متتاليه واستقبل 7 اهداف في شباكه واحرز 54 هدف، لعب 29 مباراه حقق منهم فوز في 23 مباراه، اقوى خط دفاع واقوى خط هجوم في الدوري، اكتر فريق حافظ على شباكه في 22 مباراه، وده درس لكل نوادي مصر وبالاخص نادي الزمالك، درس تتعلموا منه ان مفيش حاجه اسمها مستحيل، طول ما انت بتشتغل لصالح الكيان مفيش حاجه مستحيله، والاهم ان يكون في سكوت، وحط تحت كلمه سكوت دي 100 مليون خط. اظن الرساله وصلت. مبروك لجماهير النادي الاهلي الدوري قبل ميعاده ب5 ماتشات، وشكرا كولر بجد، مدرب ممتاز، مدرب بروفيسير، مدرب جه يشتغل في سكوت واداره محترمه بقياده محترمه ورئيس محترم، وتحياتي للكابتن محمود الخطيب ومليون مبروك للكابتن محمود الخطيب وجماهير النادي الاهلي واداره النادي الاهلي. اهلاوي انا والفخر ليا. السلام عليكم.